احنا كنا ساكنين هنا في الزمالك في شارع باجة الباشا علي. نعم. باجة ام كلثوم في اول الشارع، واحنا بعديها ب 200 متر. نعم. الدكتور علي الشيخ مصطفى كل يوم تمشي ساعة، نص ساعة وبعدين يرجع، نص ساعة يبقوا ساعة كل يوم. اظبط الساعة اللي معاك، نص ساعة تمشي وبعدين يرجع في نص ساعة. ايام الروقان ده. ده كان بيفوت على بيت ام كلثوم. فات هو على الراجل اللي واقف الجناين بتاعها. نعم. زي ما تقول ان هو قال لها الشيخ مصطفى كان فات هنا. قالت لما يرجع اديني خبر. المهم رجعت وراح لها هناك وكانوا يقعدوا مع بعض. بيقولوا ايه بقى انا ما اعرفش، انا ما كنتش معاهم. بس ده كان المشوار بتاعه الصبح. يروحوا يتفسحوا كده. الست صاحية ولا نايمة؟ ده يقول له صاحية ولا نايمة؟ نعم. كان يخش. عبد الوهاب انا كنت عنده في البيت كذا مرة. نعم. أول مرة سمع فيها الشيخ مصطفى كان في الذكرى بتاع الملك أحمد فؤاد، أبو الملك فاروق لما مات. كان موجود هو في الميتم في الذكرى بتاع أحمد فؤاد. تاني مرة الشيخ مصطفى كان بيقرأ فيها في الإذاعة. تاني مرة. أول مرة كانت الحسين. تاني مرة عرف الإذاعة يوم 28/4 سنة 1943. ما هو الكلام كان بعده مع عبد الوهاب لما انا كنت عنده. اصله كان عاوز يعمل تسجيلات كاسيتات واسطوانات للشيخ مصطفى في الشركه بتاعته اللي هي شركه صوت الفن. كان عاوز يطبع بتاع. ابوه قال لي عاطف هو بيفهم في الكلام ده هبعتهولك. فكنا احنا هناك وابويا كان معايا. وبعدين انا بقول له يا استاذ عبد الوهاب انا شايفك بتمدح في الشيخ مصطفى الاول. ما هو عمال بيقول لابويا، بيقول له انا كنت مش عارف فين في جاردن سيتي وانا جاي مروح عمر مكرم انت كنت بتقرا هناك. انا وقفت ورا الجامع بالعربيه نص ساعه وقعدت اسمعك انت بتجيب الكلام ده هو منين وبتعمل الكلام ده هو ازاي. سبحان الخالق الوهاب. ده عبد الوهاب اللي بيقول سبحان الخالق. فانا بقول لحضرتك بتتكلم حلو قوي على الشيخ مصطفى. من النص ساعه اللي انت بتسمعها في الراديو ده في الاستوديو يوم الجمعه من 8 ل 8 ونص. قال لي لا يا هياده انا بسمع الشيخ مصطفى من 43 في الميتم بتاع في الذكرى بتاع ابو الملك فاروق. الكلام ده قلته لكم بقى. قالوا في مخرج جديد كده طالع من طنطا وكان بيعمل ايه ومش فاهم ازاي. انا حبيت اسمعه ورحت هناك. وانت كنت بتقرا من سوره ابراهيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وقمت وقفت محرم دي. انا خدت بالي منك وتتبعتك بقى لحد ما عرفت انك انت ساكن في اللوكاندا بتاع شبه. فكنت بروح اطلع عند عارف انت البهو الكبير البراني ده قبل ما تخش على الجامع كان في بهو كبير كده. كنت انا بقعد على الشمال في اخر ترابيزه معايا الجورنال حطه قدامي عشان اشوف اللي انا عاوزه من اللي انا مش عاوزه وكنت اتغزل فيك. كانوا واخدين على ان المقرئين كانوا عمي. ده كلام عبد الوهاب. كانوا عمي
الشيخ علي محمود كان أعمى، الشيخ محمد الفيومي كان أعمى، والشيخ محمد رفعت كان أعمى، والشيخ محمود بربري كان أعمى، كلهم هم. لقيتك مفتح يا أخوي. ولبسك غير لبس التانيين، لابسين كله اسود في اسود، انت لابس ابيض حرير وازرق فاتح وبتاع وعامل، وجايب لي عربيه اخر كراس نفس الجبه اللون بتاعها هي لون العربيه. اهدى. بقول له والله يا شيخ مصطفى انا كنت مره لا اتجوزتك. كلام عبد الوهاب نعم. من بقه. بقول له والله لا كنت مره لا اتجوزتك. مش كده. فبيقول لا يا شيخ مصطفى انت حكايه. بقول له انت حكايه. فده يعني اللي انا ممكن اقوله بالنسبه لمحمد رفعت. نعم. اللي انا اعرفه محمد رفعت في سوريا، لما كان في سوريا في هناك المفوض بتاع سوريا كان اسمه محمود عتاني. المفوض بتاع سوريا زي المحافظ. لبنان ولا سوريا؟ كان اكبر شخصيه هناك. محمود عتاني لبنان بقى. لبنان. كان عند راجل مليونير هناك. ولا كانوا دولة واحدة؟ لبنان. عبد الوهاب شو مصطفى. وام كلثوم ايوه شو مصطفى. ومصطفى اسماعيل. كان في بينهم بيضربوا بعض هم. أيوة. عبد الناصر كان بعتهم هناك عشان ايام الوحده. ده 58. ايام الوحده بتاع مصر وسوريا. نعم. ايوه. عبد الناصر بعت الثلاثه دول هناك عشان يهز فالراجل اللي هناك انا بقول لك عليه ده محمود عتاني راح الدعوه اللي فيها الثلاثه دول من واحد مليونير هناك اسمه الحاج محمود البنا. الله مجد الدم. ما هو بتاع لبنان. راحوا هناك. ده انا عندي جواب منه. راح هو الشيخ مصطفى اللوكامبة اللي التانيين فيه. دخلوا اللوكامبة بيقول لك لقينا عبد الوهاب وقاعد ام كلثوم مع مش عارف مين قاعدين على ترابيزه، فاحنا ما حبيناش نضايق عليهم قعدنا. فبعتوا لنا هناك نروح نقعد معاهم. قال تعال. رحنا هناك. محمود عتاني كاتب بقى بيقول لي عبد الوهاب بيقول لام كلثوم محمود عتاني ده متيم بالشيخ مصطفى. متيم به يعني واكله. فبيقول ام كلثوم بتقول له يا شيخ مصطفى لا يا استاذ محمود لو انا اكون بقرا النهارده بغني النهارده ببعلبك والشيخ مصطفى بيقرا هنا في بيروت هتروح لمين؟ قال لها اروح لمين؟ لو هتكون التذكره للشيخ مصطفى ب1000 جنيه انا هروح للشيخ مصطفى. يقول لي محمود عتاني قام واقف وقال لي تعالى ثانيه على الحمام فين؟ تعالى وريني الحمام. يقول لي دخلنا هناك قال له اهنيك على شجاعتك. اهنيك على شجاعتك.